السلام عليكم البنات. اليوم جيت نشارك معكم هذه الكيكه الرائعه جدا ديال التفاح. غتولي ان شاء الله معتمده عندكم، كتجي رائعه جدا واقتصاديه. مكونات اللي هما بساط، وكيكه اللي هي ناجحه جدا. تابعوا معايا فقط طريقه التحضير. وبالنسبه للناس اللي مكتسقش لهم كيكه في الفران ديال الضو، تابعوا معايا فقط طريقه ان شاء الله غتولي معتمده عندكم. محتاجه البنات 3 ديال البيضات، كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، قشور حامضه او بديل فانيا. انا كنفضل قشور حامضه كيتماشى بزاف مع التفاح. كاس الا ربع ديال الزيت، ملعقه كبيره مع مراش ديال الزبده او ملعقه صغيره ديال الزبده، كاس ديال الحليب سخون. هادو من الاسرار ديال هاد الكيكه اللي غنوجد معكم هاد النهار هذا. سخون يعني ماشي تفاض، ولكن المهم راه سخون. بالنسبه لبنات الطحين ما غنقول لكم شحال نحتاج بالضبط ديال الطحين. دائما العبار كاس العنبه، انا دابا ضفت الكاس الاول. دائما البنات غربلوه الطحين باش تخلصوا من دوك الحبيبات اللي متخلوش الكيكه ديالنا تطلع. في المجموع احتاجيت 3 الكيسان ونصف ديال الطحين. القوام البنات، القوام ديال الكيك اللي خاصكم تحصلوا عليه قبل ما تضيفوا الخمارات باش الكيكه عندكم ان شاء الله ناجحه. دابا البنات غنضيف 3 ديال الخمارات من فئه، كل وحده من فئه 8 غرام. غنغربلوهم حتى هما. ودابا البنات غنضيف 1-2 ملاعق كبيره من الخل. وهذا هو القوام ديالنا البنات الاخير ديال الكيك ديالنا. بعد ما كنضيفوا الخل كنحصلوا على هذا القوام هذا. وفي المول مدهون بالزبده او مشوش بالطحين غنكبوا فيه هذا الخليط هذا ونرفعوا يدينا مزيان البنات. بسم الله. وكخطوه اخرى اللي ولفتوا معايا في الكيك ديالي كاملين، هاد الخطوه هذه باش الكيكه ديالتي تزيد يدخلها الهواء، كنفزقوا اي حاجه بحال هاد النيت باش تطرى. نيت باش خدمت الكيك ديالي كنفزقوا بالماء باش ما يلصقش فيه العجين ديالي، الخليط ديالي. وكندير لها الطريقه هذه باش يدخلها الهواء وتزيد تنفخ. 2 تفاحات صغار او تفاحه كبيره كنحيد ليهم القشره ديالتهم باش ما يجيونيش قاصحين هكا. شكلها فوق الكيكه ديالي على هذا الشكل. هيا البنات شكلت على هذه الطريقه بحال هكا كما كتشوفوا. ودابا غندخلها الفران ديالي اللي اصلا مسخن على 250 درجه. هانتوما البنات دايرها في السكه الاولى كما كتشوفوا. غنديرو على 180 درجه. راك مسخنه البنات على 250 درجه باش الفران يكون سخون مزيان ودغيا الكيكه ديالتي تطلع ودايره لتحت. هيا هذا الموض هذا لتحت بوحدو. انا رجعت للبنات الكيكه ديالتي، شوفوا تبارك الله كيفاش جات نفخات مزيان، خدت الحجم ديالها. دابا غنحيدها من الفران ونكمل معكم التتمه اللي هي مهمه ايضا. في هذه المرحله البنات غنسقيها بعصير الليمون. الحاجه الاخرى البنات نحتاج ليمونه وحده صغيره مع عصرتها. ضفت عليها البنات معلقه مع مراش ديال النشا. ما غنكتفي بهذا الحجم هكا. وغنضيف ليها السكر سنيده، ملعقه كبيره من السكر سنيده. دابا البنات غنحركو حتى كيعقد مزيان. هكا نديرو فوق الكيك ديالي. شوفوا البنات كيفاش ولا القوام ديالو. دابا صافي غنطفي عليه وغنديرو فوق الكيك ديالي مباشره. انا البنات خويت الخليط ديالي فوق الكيك ديالي. شوفوا كيفاش كتجي رائعه وكيجي داك الخليط عاقد بحال الكونفيتير، ولكن كونفيتير ديال الليمون كيجي رائع جدا.
واش الشكل ديالها النهائي البنات كتجي رائعه جدا. انا غنقسمها معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. شوفوا البنات كيفاش كتجي من الداخل، رائعه جدا. شوفوا كيبان لكم دوك الحفيرات في الكيكه ديالنا، عرفوا بلي راها منتفخات مزيان وخدات الحجم ديالتها وراها رطبه وهشيشه. ملي كيكونوش هاد الحفيرات هادو عرفوا راه الكيكه ديالكم مدقصه. شفتوا راها رائعه جدا البنات، كتستاهل تجربه. نجربوها وردوا عليا في لي كومونتير، ونلتقي في فيديو قادم باذن الله.